بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في درسكم المتجدد رسالة سلام باللغة العربية، والتي نناقش فيه ونتدارس تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمتيه، أمة الإجابة وأمة الدعوة. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن المنافقين وكيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومواقفهم. ذكرنا في الحلقة الماضية بعضا من صفاتهم التي وردت في الكتاب والسنة، وامتدادا لذلك اليوم سنذكر بعض القصص والمواقف التي مرت بهؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل معهم، وما هي الحكم من تعامله عليه الصلاة والسلام كما سيتبين لنا ذلك. المنافقون معاشر المشاهدين هم الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام خوفا على أنفسهم وأموالهم، وحدثت لهم مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكيرا للحلقة الماضية، هم بدأوا بهذا النفاق بعد غزوة بدر، حينما قويت شوكة المسلمين وضعفت شوكة الكافرين، خافوا على أنفسهم فذهبوا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا كذبا وزورا. وكان على رأس هؤلاء المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول سيد الخزرج أو أحد سادات الخزرج، وكان له مكانة بين قومه، وكان يأمل أن يكون هو أمير مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو آمن برسول الله واتبعه اتباع الحق لرفع الله عز وجل درجته، كما رفع بقية سادات الصحابة من الأوس والخزرج رضي الله عنه وأرضاهم، كمعاذ بن جبل وسعد بن عبادة وأسيد بن خضير. هؤلاء السادة رفعهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ورضي عنهم وجمعهم بنبيه الكريم في الجنة رضي الله عنه. ولكن هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول أبى إلا الكفر والعياذ بالله، وما منعه من ذلك إلا الكبر والحسد والغطرسة. ما منعه من ذلك إلا الكبر والحسد والغطرسة. هناك بعض المواقف شاهدي الأكارم سأقرأها عليكم ونتدارسها سويا، كيف كان يتعامل هذا المنافق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة أحد، تخاذل المنافقون عن القتال معه فرجعوا بثلث الجيش، ومع ذلك لم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عنوان. رأيتم جيش يخرج فيرجع منه متمردون ثلث الجيش، ماذا سيكون حكمهم في أحكامنا وواقعنا في هذا الزمن؟ لا شك أن حكمهم الإعدام. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين. فرقة تقول نقاتلهم، وفرقة تقول لا نقاتلهم. فنزلت قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال: رجع ناس ممن خرج معه، يعني عبد الله ابن أبي وأصحابه. وقد ورد ذلك صريحا في رواية موسى بن عقبة أن عبد الله بن أبي كان وافق رأي النبي صلى الله عليه وسلم على الإقامة بالمدينة، فلما أشار غيره بالخروج وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم
فخرج. قال عبد الله بن أبي لأصحابه: أطاعهم وعصاني، على ما نقتل أنفسنا؟ فرجع بثلث الناس. هذه الرواية مشاهدي الأكارم تشير إلى رواية غزوة أحد، لما تحمس الصحابة أو شباب الصحابة في غزوة أحد للخروج إلى خارج المدينة لقتال كفار قريش أو كفار قريش، بسبب أنهم لم يشهدوا بدرا، وأنهم قد فاتهم فضل بدر، فبالتالي أصروا على النبي عليه الصلاة والسلام الخروج. وكان رأي النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يخرج إليهم، وأن يتحصن بحصون المدينة، وأن يقاتلهم في المدينة المنورة. هذا كان رأيه عليه الصلاة والسلام، وهذا الرأي قد وافق عليه عبد الله بن أبي بن سلول، وليس له حق أن يوافق أو لا يوافق، ولكن كان رأيه من رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي عليه السلام يعني حماس الصحابة وحرصهم على القتال، دخل عليه الصلاة والسلام ولبس لأمته ولبس درعه وكافة أسلحته عليه الصلاة والسلام. فلما رأوه قد فعل ذلك قال الصحابة: قد أكرهناك يا رسول الله، فافعل ما شئت. فقال: ما كان لنبي إذا لبس لامته أن يرجع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد 1000 جيش، 1000 جيش، حوالي 300 منهم من المنافقين يرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. فساروا حينما قربوا أو اقتربوا من موقع جبل أحد، رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش. تخيلوا، رجع بثلث الجيش، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 700 مقاتل. هؤلاء رجعوا، فقابلهم في الطريق من؟ قابلهم في الطريق أخوهم ومن قبيلتهم عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وارضاه، والد جابر بن عبد الله الذي تعرفونه كثيرا فيما يرد من الأحاديث، رضي الله تعالى عن الجميع. فعبد الله بن حرام هذا ذكرهم وخوفهم بالله، وقال لهم: كيف تتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل بمفرده؟ عودوا وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبوا وعصوا، فقال: أبعدكم الله أعداء الله، فقال: أبعدكم الله أعداء الله. ذكر هذه رواية ابن إسحاق رحمه الله تعالى قال: فأتمم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر، وكان خزرجيا كعبد الله بن أبي، فناشدهم أن يرجعوا فأبوا، فقال: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه. نعم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، أي في الحكم في من انصرف مع عبد الله بن أبي. ومعنى الآية: فما لكم معاشر المؤمنين في المنافقين فئتين، صرتم في أمرهم فرقتين، فرقة تذب عنهم وفرقة تباينهم وتعاديهم، فنهى الله الفرقة التي يذبون عنهم، وأمر المؤمنين جميعا أن يكونوا على منهاج واحد في التباين لهم والتبرؤ منهم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. يعني اختلف الصحابة في أمر هؤلاء، فمنهم من كان معهم ومنهم من كان ضدهم، فنهى الله عز وجل الذين كان معهم ويؤيدونهم بأن ما فعله عبد الله بن أبي بن سلول عين الضلال وعين الخذلان، فهؤلاء والعياذ بالله أركسهم الله عز وجل بما كسبوا. هذا الذي وقعوا فيه من النفاق والعودة وعدم التوفيق كان بما كسبوا من الكفر والعناد وعدم متابعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة من الذنوب والمعاصي. إخواني، الذنوب والمعاصي مصيبة، يعني تضر بك في أصعب المواقف، نسأل الله العافية والسلامة. نعوذ بالله أن ينتقم الله منا،
نعوذ بالله أن ينتقم الله منا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الذنوب والمعاصي أحيانا والعياذ بالله قد تضرك، بل هي ليس أحيانا دائما هي مضرة، ولكن إذا انتقم الله منك بسببها فهذه هي المصيبة الكبرى، وإلا فغالب الذنوب والمعاصي يعفو الله عز وجل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا الموقف الخبيث من عبد الله بن أبي بن سلول يدل على صراحة نفاقه وعداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل عدد 3000 مقاتل من المشركين وأمام 700 مقاتل من المسلمين. فلا شك أن هذا سبب عظيم في خذلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء يذكرون أن كان سبب ذلك هو كفرهم وعنادهم. هذه الفعلة الشنيعة لم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يضرب أعناقهم، ولم يأمر بسجنهم أو الإضرار بهم، تركهم عليه الصلاة والسلام لمصالح كبيرة. نعم، ومنها جمع كلمة المسلمين، وحتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وحكم عظيمة نعلمها ولا نعلمها، يعني هناك ما نعلمه وهناك ما لا نعلمه من الحكم العميقة من ترك قتل المنافقين. ولذلك قال أهل العلم: لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين مما يخالط المجتمع تحصيلا لمصالح الدعوة، ومنها سد ذرائع النفور عن دعوة الإسلام. ويدل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. زاد ابن إسحاق فقال: لا، ولكن أذن بالرحيل، فراح في ساعة ما كان يرحل فيها، فلقيه أسيد بن حضير فسأله عن ذلك فأخبره، فقال: فأنت يا رسول الله الأعز وهو الأذل. وبلغ عبد الله بن أبي ما كان من أمر به أو ما كان من أمر أبيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلغني أنك تريد قتل أبي، فما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فقال: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وفي رواية: فقال له ابنه عبد الله: والله لا تنقلب إلى المدينة حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. ففعل. فأقر عبد الله بن أبي بأنه الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. نعم. شاهدتم هذه القصة التي قرأتها عليكم مشاهدي الأكارم، حدثت في إحدى المعارك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
لما خرجوا في هذه الغزوة وبين المهاجرين والأنصار، أحد المهاجرين ضرب أحد الأنصار على دبره، فالضرب على الدبر يسمى كسع، فكسعه بمعنى أنه ضربه في دبره، فغضب الأنصاري فضرب المهاجر، فنادى المهاجر يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري يا للأنصار. حصل بينهم خلاف كما يحصل بين فئتين أو بين قبيلتين، فنادى هؤلاء يا للمهاجرين ونادى هؤلاء يا للأنصار، وكادوا أن يقتتلوا. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي دعوى الجاهلية، أبي دعوى الجاهلية، يعني بمعنى أن هذا ما تفعلونه هو من أفعال الجاهلية، وإن كنتم أسماءكم، وإن كانت أسماءكم أسماء يعني شرعية يحبها الله ورسوله، مهاجر وأنصار، إلا أنها حينما تستخدم في غير طاعة الله وتستخدم في هدم الإسلام تصبح جاهلية. لذلك سماها النبي عليه السلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد أن كادوا يقتتلوا، وانتهت المشكلة على هذا، وأصلح النبي عليه السلام بينهم كما هي عادته عليه الصلاة والسلام حينما يغضب الصحابة ويرفعون السيوف للقتال، لا يزال النبي عليه الصلاة والسلام يخفضهم ويهديهم. وهذا الذي ينبغي أن يفعله المصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين أو غير عظيمتين. مهمتك أن تصلح وأن تهدئ الأعصاب، وأن تحاول أنك تخفف من العداوة قدر المستطاع. هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انتهت المشكلة. جاء هذا المنافق وقال فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من يقصد هذا الخبيث؟ يقصد بالأعز نفسه، ويقصد بالأذل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع الخبر عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب وما أدراكم ما عمر. فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وعمر يفعلها، لو أذن له النبي عليه الصلاة والسلام والله يذهب يضرب عنق عبد الله بن أبي بن سلول، ولا يبالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ما قال كلمة ورجع عنها إلا أن تكون في طاعة الله. يعني رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما عندهم لعب، رضي الله عنهم وارضاهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. حكمة بالغة والله، ليتنا نعي هذه الحكمة النبوية الشريفة العظيمة، أن لا نقتل بعضنا بعضا معاشر المسلمين. كيف يجرؤ مسلم أن يقتل أخاه المسلم بأي حجج من الحجج؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما نسمع ونرى وتتناقل الأخبار من قتل المسلم لأخيه المسلم بأتفه الأسباب، هذا والعياذ بالله النذير سوء والنذير شر وقلة إيمان وضعف دين. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. انظروا النبي عليه السلام في هذا المنافق الكافر، هذا المنافق الكافر معلوم الكفر، وقد أخبر الله عز وجل نبيه أن هذا الرجل كافر مرتد، لكن جرت الشريعة أن يتعامل معه معاملة المسلم. نعم، وإلا فهو كافر مرتد والعياذ بالله، عبد الله بن أبي بن سلول. مشاهدي الأكارم، فاصل ونواصل الحديث معكم في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافق. ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد. ومشاهدي الأكارم، ماذا كان سيحصل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي بن سلول
وقتل أيضا المنافقين الذين كانوا معهم. كان سيحصل أن العرب لن تتقدم في الإسلام، وسوف يتراجعون عن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذ ما الفائدة إذا كنا سنؤمن برسول الله ثم هو يقتلنا؟ هكذا كانوا سيقولون. ولذلك من أجل هؤلاء العرب وبقية القبائل من جزيرة العرب وغيرها حرصا على دخولهم في الإسلام، ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل هؤلاء، ترك النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ما قاله هذا الخبيث ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا سب للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام. ومن سب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفر وخرج من الإسلام وارتد والعياذ بالله، يستتاب وإلا يضرب عنقه كفرا وردة. يعني حكم من سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر وردة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ليس هي كبيرة من كبائر الذنوب فحسب، بل هي كفر وردة وخروج وحكمه القتل. ولكن لهذه الحكم العظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المنافقين بالظاهر، بل ما هو أشد من ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يورث موتاه، أو يعني يورث ورثتهم، فأبناءهم وورثتهم من بعدهم كان يعطونهم. فهذا عبد الله بن أبي بن سلول ورث أباه، رغم أن المسلم لا يرث الكافر، لكن عبد الله بن أبي بن سلول مات على أنه مسلم ظاهره الإسلام، ولم يمت على أن ظاهره الكفر. نعم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصحابة يناكحون أبنائهم، يناكحون بناتهم، فيتعامل معهم معاملة الظاهر من الإسلام والمسلمين. نعم. إلا أن يأتوا بكفر واضح، فحين ذلك يجب استتابتهم، وإلا فتضرب أعناقهم، كما قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فهذه نزلت في أحد الصحابة كان منافقا، وقد شكاه أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القصة معروفة، فأنكر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فتاب فورا وعاد وحسن إسلامه. فهؤلاء المنافقين كانوا يخفون نفاقهم على النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منهم، ولكن الذي يعلم ما في القلوب كان يفضحهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك اتخذوا أيمانهم جنة. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. قال زيد بن أرقم: فذكرت ذلك لعمي، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته. عفوا، قلت لكم زيد بن ثابت وهو زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال زيد بن أرقم: فذكرت ذلك لعمي، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت. الله، هل رأيتم هذا الموقف العجيب يحكيه زيد بن أرقم؟
فقال لعمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك. فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وأيضا أنزل تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن أرقم: لعلك أخطأ سمعك، لعلك شبه عليك. ذكره مغازي الواقدي أو الواقدي في مغازي. ثم إن تكذيب سيد القوم وتصديق غلام صغير لا يكون مقبولا عند كثير من الناس في هذه المرحلة. قال: فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علي ثم قال: إن الله قد صدقك يا زيد. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم. قال: فلووا رؤوسهم. نعوذ بالله من الضلال. رأيتم هذه القصة مشاهدي الأكارم كيف حدثت مع زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، الذي شكاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خرج زيد مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصاب سفرا، يعني في إحدى المعارك أو في إحدى الغزوات، فسمع هذا الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وكان الأوس والخزرج والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ينفقون على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مبدأ تآخوا في الله أخوين أخوين، كما هو معروف في 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 أعمال الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مناقبهم وفضلهم، كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا الخبيث يحث الأنصار إلى عدم الإنفاق على المهاجرين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسي هذا أن المال مال الله، وأن خزائن الله عز وجل ملأى، وأنه يعطي سبحانه وتعالى من شاء ويمنع من شاء، فالملك والعزة كله لله. وهذا ما حدث بالضبط بعد وفاة هذا الخبيث وانتشار الإسلام وقويت شوكته وبدأ يتسع تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أين المنافق عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين؟ لا زالوا يذكرون في التاريخ على أنهم منافقين، والناس تلعنهم إلى قيام الساعة. وبقي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تذكرهم بخير إلى قيام الساعة. هذا وإن الله قد أظهر دينه ونشر كلمته وأغنى عباده، فأصبحت الأمة الإسلامية تمتلك مشارق الأرض ومغاربها. نعم، مشارق الأرض ومغاربها، وسوف تمتلك أيضا في هذا الزمن، سوف تمتلك أيضا، لأن الذي يسيرها هو الله سبحانه وتعالى. فإن كان في عصرنا الحاضر هذا يعني كثير من المسلمين فيهم ضعف في تمسكهم بدينهم، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يهديهم ويتمسكون بدينه ويشرح صدورهم ويحبون دينهم حتى يتحقق فيهم النصر والتأييد، فتنزل عليهم الخيرات ويأتيهم الفضل من الله سبحانه وتعالى وينشرون هذا الدين. هذا وعد الله عز وجل لا يتبدل، واقرأوا التاريخ إن شئتم. هذا الخبيث كان يقول: ليخرجن الأعز منها الأذل. رد الله عز وجل عليه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون.
لا يفقهون. الحسد والكبر والبغض لهذا الدين أعمى أبصارهم، أعمى عقولهم، فليس عندهم بصيرة ولا عقل يفكرون به قليلا. كيف انتشر هذا الدين؟ ومن الذي أرسله؟ وكيف وصل إلى هذه المراحل لنبي أمي لو أعمل عقله قليلا عبد الله بن أبي بن سلول لربما كان سببا في هدايته. لم تنتهي القصة بعد. قال هذه المقولة سمعه من؟ زيد بن الأرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان صغيرا. هذا الفتى الصغير أخبر بهذه المقولة لعمه رضي الله عنه وأرضاه، والمراد بعمه سعد بن عبادة، وليس عمه حقيقة وإنما سيد قومه الخزرج. نعم. فلما أخبر عمه فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي عليه السلام زيد بن أرقم. يعني سعد بن عبادة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قال، لأن هذه مقولة خبيثة وخيانة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على المؤمن إذا سمع مثل هذا أن يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء سعد بن عبادة وأخبر، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام من باب التأكد زيد بن أرقم، فقال ماذا سمعت؟ قال سمعته يقول كيت وكيت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعل أخطأ سمعك، لعل شبه عليك، كل ذلك حماية لأعراض المسلمين، وحتى لا يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام أي قرار قبل أن يتأكد. فلما أكد عليه زيد بن أرقم نادى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه، فأقسم عبد الله بن أبي بن سلول أنه لم يقل هذا الكلام، يعني كذب والعياذ بالله. وهذا هو فعل المنافقين إلى قيام الساعة، هم كذبة يبطنون في قلوبهم الكفر ويظهرون الإسلام، كذبة، وليس عندهم ما عندهم أدنى خجل، أقل خجل، ليس عندهم أقل حياء ولا خوف من الله سبحانه وتعالى في الكذب. نعم. فبناء على هذا الحلف والقسم كذب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم كذبه ولم يقبل منه، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول. قال زيد فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في البيت. يعني حزن هذا الفتى حزنا شديدا، كيف أصبح كذابا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف سيخرج أمام الناس، بأي وجه يقابل الناس، فكان أفضل له أن يبقى في البيت. فمكث في البيت حزين كئيب مهموم على هذا الموقف، إذ جاء رضي الله عنه وأرضاه لينصر هذا الدين وليخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء هم العدو وأن هؤلاء هم المجرمون، ومع ذلك حصل له ما حصل، فجلس في بيته حزين رضي الله عنه وأرضاه. لا، وزاد عليه فقال له عمه يعني سعد بن عبادة ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، يعني ماذا تستفيد من هذا الكلام الذي أنت نقلته؟ يعني الآن مقتك النبي عليه الصلاة والسلام، كذبك النبي صلى الله عليه وسلم، متى سيقبل الناس حديثك؟ وهذه مصيبة. إذا شخص كذبه النبي عليه الصلاة والسلام في المجتمع النبوي المدني، من الذي سيصدقه والعياذ بالله؟ فهي مصيبة كبيرة في الحقيقة. فهنا جاءت رحمة الله عز وجل بهذا الفتى، قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة
شديدة في النفس، الله المستعان. ولكن أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين يعني يرحم عباده ويرعاهم ويدافع عنهم، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين، ولم يكذب، لم يخطئ سمعه ولم يكذب لسانه، فكان صادقا. فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى آخر السورة. وفيها: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سورة المنافقون. لا إله إلا الله. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي، ثم قال: إن الله قد صدقك يا زيد. الله أكبر، الله أكبر. ما أجمله أن يصدقك الله وأن تنزل فيك سور يعني يؤيدك الله سبحانه وتعالى. والله إنها منقبة كبيرة في زيد هذا رضي الله عنه وأرضاه. كان مهموم وحزين، كيف يكون كذاب في مجتمع المدينة المنورة؟ يعني مصيبة كبرى. يعني يخرج من المدينة، أين سيذهب؟ يعني فتنة، ما في إلا أن يجلس ويفرش ويشكو إلى الله. يا سامعا كل شكوى، يعني الذي يعني يسمع هذه الشكوى. وهنا سبحان الله، أنت في هذا الموقف يذكرني بموقف عائشة رضي الله عنها وأرضاها. موقف صعب جدا للغاية. الكل يتحدث الناس في أنها فعلت وفعلت، ويتناقلون فيما بينهم، المصدق منهم والمكذب والشاك والمستغرب. المدينة كلها في عجب، حتى أبويها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول لها: يا عائشة، إن العبد إذا أذنب وتاب تاب الله عليه. يعني حرج شديد. ماذا ستفعل هذه المسكينة؟ ماذا ستفعل إن قالت أنا بريئة؟ لم يصدقها الله، ما لم يصدقها أحد. وإن قالت هي فعلت، كيف يعني تقول ما لم تفعل؟ وإن قالت أنا تائبة مما فعلت، كيف تتوب من شيء لم تفعل؟ فقالت كما قال يعني أبو يوسف. قالت أبو يوسف لأنها نسيت، يقولون العلماء من شدة الهم والغم نسيت يعقوب عليه السلام، فقالت: لا أقول إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فزيد بن أرقم هذا كان في هذا الغم وشدة أيضا موقف شديد، أن النبي عليه الصلاة والسلام يكذبك. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن أرحم الراحمين أكرم الأكرمين يدافع عن الذين آمنوا. ما أعظمه، ما أكرمه، ما أجله سبحانه وتعالى من أسمائه الوفي. لا يخذلك الله أبدا، لا يخذلك الله أبدا وأنت تريد نصر دينه. إن الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله سبحانه وتعالى يكون دائما مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذا الله عز وجل قد نصر هذا الشاب والفتى، ونزلت هذه الآيات لتؤيده. ولم يعني لم يقال أن هذا طفل صغير أو فتى صغير لا يؤبه به، لا، وإنما كان من أهم الاهتمام أن صدقه الله تبارك وتعالى. انتهت الحلقة. لكن
لم أرد أن أختمها حتى أعلق على هذا الفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى لهذا الفتى حينما صدقه الله عز وجل ونقل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا من علامات النبوة يا جماعة. النبي عليه السلام كذب هذا الفتى، لكن لما نزلت الآيات كذب المنافقين وصدق الفتى، دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول كريم يبلغ ما أنزل إليه، حتى لو كان ذلك يؤدي إلى تغيير رأيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يدافع عنا. اللهم دافع عنا، اللهم دافع عنا، اللهم لا تستبدلنا بغيرك، اللهم لا تستبدلنا بغيرنا، اللهم لا تستبدلنا بغيرنا يا ذا الجلال والإكرام. والله تبارك وتعالى أعلم أحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله تبارك وتعالى أحكم وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع صلاتي وسلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابة الكرام أجمعين.